اسمي ريم، مهندسة معمارية. الناس طول عمرهم بيشوفوني ست قوية، ست فاهمة في الحجر والخرسانة والرخام والضوء اللي بيعدي من الشبابيك زي الخيوط. بس في حاجة واحدة عمري ما فهمتها، قلبي. أنا مش ست وحشة، والله ما أنا وحشة. أنا ست بتشتغل بضمير، بتبني بيوت لناس أغنى من أحلامي، وبتحاول تفضل محترمة وسط عالم كله كلام وعيون بتراقب. بس اللي حصل مع عامل الرخام خلاني أسأل نفسي، هو أنا كنت على حق ولا على خطب؟ خليني أحكي لك من الأول عشان تفهم ليه أنا اتعلقت بحاجات صغيرة، بحركة إيد، بصوت مطرقة، وبريحة حجر متبلول بالمية، أكتر ما اتعلقت بكلام جوزي اللي كان بيعدي من البيت مرور الكرام. جوزي اسمه حسام، شغال في السلك الدبلوماسي. كلمة شكلها كبير لكن معناها بالنسبة لي كان بسيط. راجل بيظهر في البيت 3 شهور في السنة، وباقي السنة أنا بنام لوحدي، بحضر أكل لنفسي وبحضر اجتماعات شغل أكتر ما بحضر مناسبات عيلة. أول سنة من جوازنا كنت بضحك وأقول لنفسي دي طبيعة شغله، هو بيخدم البلد وهو تعبان وهو مشغول. كنت بحاول أعمل له 1000 عذر عشان ما أحسش إن أنا قليلة في عينه. بس السنة اللي بعدها وبعدين اللي بعدها الوحدة بدأت تشتغل جوايا زي دودة بتاكل الخشب من جوه من غير صوت. كان عندنا بيت صغير في الأول، وبعدين شغلي كبر، بدأت أستلم مشاريع فيلل لناس مهمين في البلد، رجال أعمال، عائلات ليها اسم، ناس عندها مفهوم غريب عن الشرف. شرفهم مربوط بالحجر اللي بيبنوه، مش بالرحمة اللي بيحطوها في بيوتهم. في يوم من الأيام اتصل بي عميل جديد، راجل غني جداً، طلب مني أصمم له فيلا ضخمة على أطراف المدينة في منطقة هادية قريبة من الصحراء. قال لي عايزها تتحس إنها قصر، بس قصر حديث. أنا اتحمست، دي شغلتي، دي اللحظة اللي بحس فيها إني عارفة أنا بعمل إيه. قعدت أرسم، قعدت أفكر في الضوء، في الممرات، في المواد، وقلت لنفسي الرخام لازم يكون هو البطل. العميل وافق على كل حاجة، بس قال لي عايز أفضل واحد ينفذ. قلت له عندي شركات كتير وعندي مقاولين. قال لي لأ، أنا عايز واحد إيده تتكلم. ضحكت وقتها لأن الجملة دي أنا كنت بقولها عن نفسي، إن المعماري إيده بتتكلم على الورق، بس هو كان بيتكلم عن عامل. بعد أسبوعين وأنا في الموقع لأول مرة شفت الراجل، اسمه يوسف، عامل رخام، مش زي العمال اللي شفتهم قبل كده. كان هادي، جسمه قوي بس مش استعراض، هدومه بسيطة، وشه فيه شمس، كأنه قضى عمره كله تحت الضوء والحر. بس اللي شدني إيدين كبيرتين، بس الحركة بتاعتهم دقيقة، وهو ماسك قطعة الرخام كأنه ماسك طفل، كأنه خايف يخدشه. أنا وقفت بعيد أراقب، قلت لنفسي ريم ده شغل، ركزي. بس عيني كانت بتروح لإيده لوحدها، كل ما يرفع المطرقة، كل ما يمسح الغبرة من على الحجر، كل ما يرسم بخط صغير مكان القطع، كنت بحس حاجة غريبة، مش شهوة، لأ، حاجة أقرب للإعجاب. وبعدين الإعجاب اتحول لسؤال، وبعدين السؤال اتحول لاحتياج. أنا طول عمري بتعامل مع ناس لابسين بدلات، ناس بتتكلم كتير، ناس بتعمل وعود كبيرة، بس يوسف كان بيشتغل بس صمت، وفي الصمت ده كان فيه أمان. فأول يوم ما تكلمناش، بس في آخر اليوم وأنا ماشية لقيته بيقول المهندسة، الرخام ده لازم يتنضف بمية مخصوص، لو اتساب عيل اسمنت هيبوظ. صوته كان منخفض لكنه واضح. قلت له أنا عارفة. قال عارف بس محدش بيسمع. والجملة دي دخلت في قلبي زي سكينة، لأني أنا كمان كنت بحس إن محدش بيسمعني. جوزي ما بيسمعش، عيلتي بتسمع نجاحي بس، زمايلي بيسمعوا اسمي في الشغل، لكن ريم البنت اللي بتخاف بالليل محدش بيسمعها. بدأت أروح الموقع كتير، مش عشان أراجع الشغل بس، عشان أشوفه. كنت أبرر لنفسي ده طبيعي، أنا المهندسة لازم أتابع. بس الحقيقة أنا كنت بحب أشوف يوسف وهو بيحول الحجر من حاجة باردة لحاجة ليها روح. وفي يوم وأنا واقفة جنبه لأول مرة سألته أنت بتعمل كده إزاي من غير ما تكسر الرخام؟ بصلي نظرة سريعة وبعدين رجع عينه على الحجر وقال لازم تحسيه، الحجر بيبقى زي الإنسان، لو ضغطتي عليه بالعنف هيتكسر، لو مسكتيه بحنية هيفضل قوي.
ضحكت ضحكة صغيرة وقلت: أنا عمري ما سمعت عامل يتكلم كده. قال: وأنا عمري ما شفت مهندسة تقف تسأل بدل ما تدي أوامر. الكلمة دي عملت لي حاجة، لأني طول عمري بدي أوامر وبستحمل مسؤولية وبخاف أبان ضعيفة. يوسف كان بيكلمني كأني إنسانة مش لقب. رجعت البيت في الليلة دي لقيت رسالة من حسام: مسافر أسبوعين زيادة، عندي اجتماعات. كتبت له: طيب. بس وأنا بكتب طيب كنت حاسة إن في حاجة بتنهار. أنا ما كنتش عايزة منه كتير، بس كنت عايزة يحس بيا. وفي الليلة دي لأول مرة افتكرت جملة يوسف: محدش بيسمع. بدأت علاقتنا من غير ما نفهم. أنا بقيت أروح الموقع بدري أسبق الكل عشان أقف في الهدوء وأشوفه هو بيفتح الشغل. كان في طقوس: بيغسل إيده، بيشرب شاي في كباية صغيرة، وبعدين يلمس الرخام كأنه بيحييه. وأنا كنت بحب الطقوس دي. في الثقافة بتاعتنا الست الكبيرة في الشغل لازم تفضل بعيدة، ما ينفعش تقرب من العمال، الناس هتتكلم. الشرف، السمعة، الكلام اللي بيتقال. أنا كنت عارفة، بس كنت بتجاهل، لأني كنت بقول لنفسي أنا مش بعمل حاجة غلط، أنا بس بتابع شغلي. لكن الحقيقة إن قلبي كان بيقرب خطوة خطوة. في يوم لقيته بيقولي: عايزة تشوفي حاجة؟ قلت: إيه؟ جاب قطعة رخام صغيرة ورسم عليها بخط خفيف شكل زهرة، وبعدين قطعها بحرفية وطلع منها شكل بسيط لكنه جميل. قال: دي هدية لابنك. أنا اتفاجئت، قلت: أنت تعرف إن عندي ابن؟ قال: كل مرة بتتكلمي في التليفون بتقولي له ذاكر أو كل، ففهمت. الكلمة دي كانت حنينة. أنا عندي بنت اسمها سلمى، عمرها 10 سنين. بس يوسف افتكر إني عندي ابن لأن صوته كان بيجي من بعيد. أنا ما صححتلوش في اللحظة دي، بس حسيت إن في حد بيراقبني من غير ما يحكم عليا. رجعت البيت في الليلة دي وقعدت أصلي. أنا مش متدينة قوي، بس أنا بحترم ربنا وبخاف. قلت: يا رب ابعدني عن الغلط. بس وأنا بدعي كنت بفتكر اللمسة، وكنت بحس إني مش قادرة أتلم. وبعدين قلت لنفسي: ريم، مفيش حاجة حصلت، دي لمسة. لكن في قلبي كنت عارفة إن دي بداية. الأسبوع اللي بعده حسام رجع فجأة، دخل البيت، حضن سلمى بسرعة وقعد على الكنبة، فتح اللابتوب. قلت له: وحشتني. بصلي وقال: أنا تعبان، وسكت. ساعتها حسيت إني أنا اللي وحشتني مش هو. وفي الليلة دي وهو نايم جنبي كنت بحس إن بينا جبل. وفي الصبح رحت الموقع وأنا حاسة إني ههرب. يوسف كان هناك، شاف في عيني دموع محبوسة، ما سألش كتير، بس قال: اللي جواكي تقيل. أنا اتفاجئت، قلت: إزاي عرفت؟ قال: أنا بشوف من غير كلام. والجملة دي كسرتني. في نفس اليوم بعد ما الكل مشي لقيتني واقفة قدامه وبقوله بصوت واطي: أنا تعبانة. هو سكت وبعدين قال: كلنا تعبانين يا مهندسة، بس مش كلنا بنعترف. أنا ما كنتش عايزة اعتراف، كنت عايزة حضن، وانت عارف الحضن أوقات بيبقى أخطر من الكلام. يوسف قرب خطوة بس وقف كأنه بيحارب نفسه. قال: مش عايز أعمل حاجة تندمي عليها. أنا قلت: أنا مش طفلة. بس لما قلتها حسيت إني بكذب، لأني جوايا كنت طفلة محتاجة حد يقول لها أنتي مش لوحدك. اللحظة دي كانت نقطة. أنا رجعت البيت وقررت أبعد. قلت لنفسي: خلاص، شغل وبس. بس في اليوم اللي بعده روح، وفي اليوم اللي بعده روح، لأن الإدمان مش دايماً بيكون على جسم، ساعات بيكون على إحساس. أنا كنت مدمنة إحساس إن في حد شايفني. وفي يوم وأنا ماشية في الموقع سمعت صوت طفل بيجري وبيقول: بابا بابا. أنا وقفت وشفت الولد عمره حوالي 8 سنين، دخل الورشة، حضن يوسف ضحك ضحكة من قلبه، ضحكة ما شفتهاش قبل كده. أنا قلبي وقع، لأني في لحظة فهمت إن يوسف مش راجل فاضي، يوسف أب، وابنه بيناديه بابا. وأنا ست متجوزة، ومش بس كده، أنا ست بتبص على أب تاني. وقفت بعيد وحسيت إن قلبي بيتكسر، مش غيرة لكن إحساس بالواقع. يوسف شافني واقفة، حاول يبعد ابنه وقال له: روح العب بعيد. الولد بصلي ببراءة وقال: انتي اللي بتعملي البيوت. أنا ابتسمت ابتسامة صغيرة وقلت: قال: بابا بيقول إن الحجر بيسمع. أنا ضحكت بس دموعي كانت قريبة.
يوسف سكت كأنه اتكسف، وفي اللحظة دي حسيت بتقل الشرف. أنا كنت طول عمري بسمع كلمة شرف كأنها سيف على رقبة الست، بس أول مرة حسيت إنها سيف على قلبي، لأني لو المجتمع عرف هتبقى فضيحة. فضيحة كلمة بتخوفني. أنا ما كنتش عايزة أكون سبب في فضيحة، ولا لي ولا لي. قررت أوقف كل حاجة، بس هل قدرت؟ لأ، لأني في الليلة دي حسام سافر تاني وبعت لي رسالة قصيرة: خلي بالك من البيت، ولا كلمة خلي بالك من نفسك. وأنا قعدت في الصمت وبصيت في سقف الأوضة، وفي الصمت ده سمعت صوت يوسف في دماغي: الحجر زي الإنسان، لو مسكتيه بحنية هيفضل قوي، وأنا كنت محتاجة حنية. في اليوم اللي بعده رحت الموقع كأني رايحة أعترف، لقيته واقف لوحده بيقفل الورشة. قلت له: يوسف. بصلي. أنا قلت: أنا مش عايزة أكون ست وحشة. هو قال: ولا أنا، وسكتنا، بس الصمت بينا كان مليان. أنا قربت وقلت: أنا خايفة. قال: من إيه؟ قلت: من نفسي ومن الناس. قال: الناس لو عرفوا هيذبحونا بالكلام. قلت: أيوة. هو نزل عينه وقال: عندي بيت وعندي مرات وولاد. الكلمة دي ضربتني. أنا ما كنتش عارفة، كنت فاكرة إنه مطلق أو وحيد. قلت: أنت متجوز؟ قال: أيوة. وأنا حسيت إني اتأخرت، حسيت إن أنا دخلت في حاجة أكبر من قدرتي، بس بدل ما أبعد قلبي اتعلق أكتر، لأن المحرم بيكون ليه نار وأنا كنت بردانة. أنا مش هقولك تفاصيل جسدية، مش ده الهدف. الهدف إنك تفهم الصراع. في الأسبوع اللي بعده حصلت أول مرة عبرت فيها الخط، مش بعلاقة كاملة، لأ، كان مجرد لحظة. أنا كنت في المكتب المؤقت في الموقع. يوسف دخل عشان يسلم ورقة. الباب كان مفتوح بس الممر فاضي. هو مد الورقة، إيدي لمست إيده تاني، بس المرة دي ما سحبتش إيدي بسرعة، سبتها ثانية زيادة، وبعدين هو سحب إيده بسرعة كأنه اتلسع. بصلي وفي عينه سؤال. أنا ما قلتش حاجة، بس جسمي كان بيقول. يوسف خرج وأنا قعدت لوحدي وقلبي بيخبط، وبعدها بدأت سلسلة من لحظات صغيرة: نظرة زيادة، سؤال ملوش لازمة، كوب شاي، وقفة في الممر، وكل لحظة كانت بتخليني أغرق. كنت بقول لنفسي أنا بس محتاجة حد يسمعني، بس الحقيقة إن أنا كنت بدور على حاجة تانية، حاجة تعوض سنين من الجفاف. وفي نفس الوقت كنت بحس بالذنب. كل مرة أرجع البيت أبص في عين سلمى وأحس إني بخون صورتها عني. أنا أم، وأنا ست متجوزة، وأنا مهندسة وعندي شرف، بس أنا كمان إنسانة، والإنسان ساعات بيضعف. الضعف ده مش عذر بس تفسير، والمشكلة إن المجتمع ما بيفرقش. في يوم وأنا في الموقع جت مرات يوسف، ست بسيطة لابسة إسدال وشايلة أكياس أكل. نادته: يوسف. يوسف جري عليها، خد منها الأكياس وباس راسها. أنا وقفت بعيد وشفت المشهد، وشفت الحب البسيط اللي بينهم، وساعتها حسيت إني أنا اللي غلطانة، أنا اللي داخلة على بيت حد، أنا اللي بجرب أهرب من وحدتي على حساب ناس. رجعت المكتب وقفلت الباب وعيطت. أنا عيطت زي طفل، قلت لنفسي: يا ريم، أنتي بتعملي إيه؟ لكن في نفس اليوم يوسف بعتلي رسالة على رقم الشغل، مش كتير بس جملة: أنا آسف. أنا كتبت: أنا اللي أسفة، وبعدها الصمت. لكن الصمت ما كانش نهاية، كان بداية لشيء أعمق، لأن لما تحاولي تمنعي نفسك الرغبة بتكبر. وبدأنا بدل ما نقرب في الواقع نقرب في الكلام. يوسف بقى يسألني عن يومي، يسألني كلتي، يسألني نمتي، حاجات بسيطة، بس جوزي عمره ما سألني عنها. وأنا بقيت أستنى رسالته. وأنا في شغلي كنت بفتح التليفون وأشوف هل كتب ولا لأ، هل ده حب ولا ده احتياج. أنا لحد النهاردة مش عارفة، بس اللي أعرفه إن في ليلة كنت قاعدة على السرير وحسام مسافر وسلمى نايمة وأنا لوحدي. سمعت صوت أذان بعيد وحسيت إن الدنيا كلها بتسألني: ريم، هتمشي فين؟ الحرام قدامك والحلال بعيد، والقلب بينهار. أنا مسكت المصحف وفتحته وقرأت شوية، وبعدين لقيت نفسي ببعت رسالة ليوسف: أنت نايم؟ هو رد بعد دقيقة: لأ. الجملة دي كانت كفاية عشان قلبي يدق. قلت له: أنا خايفة. قال: أنا كمان. وسكتنا على الشات، وبعدين كتب: لو الناس عرفوا فضيحة. أنا كتبت: أنا مش عايزة فضيحة.
هو كتب بس أنا مش قادر أنسى. أنا حسيت إن جسمي مولع تاني، وفي اللحظة دي حصلت ثانية عبرنا الخط أكتر. مش هقولك كلام صريح، بس كان كلام بين اتنين ضعاف بيحاولوا يمسكوا في بعض من غير ما يقعوا. وفي اليوم اللي بعده التقينا، مش في الموقع، في مكان بعيد، قهوة على طريق صحراوي. أنا كنت لابسة نظارة شمس وقلبي بيدق. هو دخل قعد قدامي وقال: إحنا بنعمل إيه؟ أنا قلت: أنا مش عايزة أكون ست وحشة. قال: ولا أنا، بس أنا جوايا نار، وأنا كنت جوايا نار أكبر. اللقاء ده ما كانش فيه فعل كبير، بس كان فيه قرار إننا ما بقيناش بس بنهرب، إحنا بقينا بنختار، واختيار الغلط أصعب. بعد اللقاء ده بدأت الأزمة، لأني بقيت عايزة يوسف أكتر، مش جسدياً، عاطفياً. عايزاه يسمعني كل يوم، عايزاه يحس بيا. لكن يوسف كان عنده بيت وعنده عيال وعنده شرف، وأنا كان عندي اسم وبيت وجوز غايب. وفي يوم حسام رجع ولقاني شاردة. قال: في إيه؟ قلت: مفيش. قال: انتي اتغيرتي. أنا اتوترت لأني حسيت إنه لأول مرة بيشوفني بس في الوقت الغلط. قلت له: يمكن تعبانة. قال: أنا كمان تعبان، بس لازم نكمل. كمل إيه؟ كمل شكل. في الليلة دي حسام حاول يقرب، وأنا جسمي اتجمد، مش عشان أنا بكره، لكن عشان جسمي بقى مربوط بإحساس تاني. أنا حسيت بالذنب، حسيت إني ست خيانة، بس في نفس الوقت حسيت بالغضب. ليه دلوقتي؟ ليه لما قلبي اتكسر؟ ليه لما حد تاني شافني؟ أنا قمت من السرير ودخلت الحمام وقعدت على الأرض عيطت، مش عشان يوسف، عشان نفسي. أنا كنت بخسر نفسي. وبعدها حصلت الكارثة. في يوم في الموقع واحد من العمال شافني وأنا واقفة مع يوسف بعيد. كان في نظرة واحدة، بس النظرة دي كانت كفاية عشان الكلام يبدأ. في اليوم اللي بعده سمعت همس: المهندسة، عامل الرخام. الكلام في مجتمعنا زي النار، يجرح قبل ما يوصل. يوسف جالي وقال: لازم نقف. أنا قلت: أنا مش قادرة. قال: أنا خايف على بيتي. أنا حسيت إن قلبي بيتكسر تاني. قلت: وأنا. قال: أنتي عندك جوز. الجملة دي كانت زي صفعة. أنا قلت: جوز مش موجود. يوسف سكت وقال: بس اسمه موجود، والناس بتخاف من الاسم. وأنا لأول مرة حسيت إن يوسف مش بس حنين، يوسف كمان واقعي. وفي الواقع أنا كنت الخاسرة، لأني أنا اللي كنت محتاجة، لكن يوسف كان عنده حدود. أنا رجعت البيت وقررت أبعد، بس الوحدة رجعت. وبعدين في ليلة حسام سافر تاني وساب لي البيت زي ما هو، وأنا فتحت التليفون وبعت ليوسف رسالة: أنا محتاجاك. هو مردش، ساعة 2 وبعدين رد: ريم، أنا بحاول أنقذ نفسي. الجملة دي قتلتني، لكنها صححتني. أنا قعدت أفكر، أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كنت بحاول أجر راجل متجوز عشان يعوض غياب جوزي. ده مش حب، ده ظلم. بس هل ده يمنع الألم؟ لأ، الألم فضل. وفي يوم وأنا رايحة الموقع لقيت يوسف مش موجود. سألت، قالولي ساب الشغل. أنا اتصدمت، كأنه مات. أنا رجعت المكتب ووقفت قدام عينات الرخام وحسيت إن الحجر بارد. الحجر ما بيسمعش، يوسف كان اللي بيسمع. من يومتها أنا كملت المشروع. الفيلة اتبنت، الناس فرحت، العميل دفع، والصور اتنشرت، وكل الناس قالت: ريم، انتي عظيمة. بس محدش عرف إن جوايا في جزء اتكسر. وبعد شهور حسام رجع وقال لي: إحنا لازم نخلف تاني. أنا بصيت له وابتسمت ابتسامة تعبانة. قلت له: أنت فاكرني آلة؟ هو اتضايق، قال: أنتي بقيتي صعبة. وأنا قلت في سري: أنا بقيت صحية، لأني أنا شفت نفسي على الحافة، شفت إزاي الوحدة ممكن تخلي إنسانة محترمة تقرب من نار. أنا مش هقولك إن يوسف كان ملاك، ولا هقول إن أنا ضحية، أنا مسؤولة، بس أنا كمان كنت محتاجة. ويمكن لو جوزي كان سمعني ما كنتش هبص لإيد يوسف، بس ده يمكن. والواقع إن اللي حصل حصل. والسؤال اللي لسه بيطاردني وأنا بكتبلك الاعتراف ده:
هل أنا كنت غلطانة لأني سمحت لنفسي أتحرك خطوة ناحية راجل تاني؟ ولا أنا كنت إنسانة بتدور على حنية في عالم قاسي؟ قولي أنت، هل كنت على حق ولا على خطأ؟